ده انا مسميهم خنازير السيسي بصراحه. يعني بقى عاملين زي الخنازير انا في نظري كده هم خنازير، لا دين ولا شرف ولا امانه في كل حاجه بصراحه. انا اول مره اشوف نظام في العالم كله بيطلع الشعب بتاعه والمجلس العسكري بتاعه بيقول لهم احنا اخترعنا جهاز بيعالج الايدز بالكفته. انا ما شفتش نظام زي ده في العالم كله. هات لي رئيس في العالم كله طلع على شعبه بيقول لهم احنا الجيش مطلعه على التلفزيون يضحك على الشعب بتاعه، يستعمر الشعب بتاعه في الدوله كلها، يقول لهم احنا اخترعنا جهاز بيعالج الايدز بالكفته. والبهايم الخنازير السيسي بيسقفوا له للاسف. هذا نظام السيسي واللي بايده السيسي ونظامه. انا اول مره اشوف في العالم كله رئيس جمهوريه يطلع يهين دوله وعلمائها، دوله حضاره 7000 سنه، الست المصريه من اقدم ست كانت بتلبس الشيش بتاعها دهب، يطلع يقول لهم ده انت حرك كتفها وخش في الظهرين، ده احنا امه عاوز وامه فقر. ما شفتش في العالم كله رئيس جمهوريه بيعمل كده. ما شفتش في العالم كله رئيس جمهوريه بيطلع على شعبه يقول له انت فقير قوي، ده انت مش لاقي، ده انا مش لاقي اكلك، مش لاقي اعلمك، مش لاقي اسكنك. وابص الاقي نفسه بنى لنفسه 3 قصور واشترى طياره بنص مليار دولار ويقول لك ده انا فقير. ما شفتش نظام في العالم كله، ما شفتش نظام في العالم كله واحد جايب لي وزير تعليم، واحد جايب لي وزير تعليم مزور شهاده الدكتوراه ويقول لي ده وزير التعليم بتاعك اللي هيعلم ولادك. ما شفتوش في العالم كله. ما شفت رئيس الصومال ما عملهاش. اللي احنا بنقول افقر دوله في العالم ما عملهاش. جايب لي وزير مزور شهاده الدكتوراه بتاعته. ما شفتهاش في العالم كله. ما حصلتش. ما شفتهاش في العالم كله. واحد جايب لي وزير خارجيه حرامي سجاد، كان على قد السجاد. يعني واحد ده الوزير الخارجيه اللي اتكلم باسم مصر في دول العالم كله على قضيه سرقه السجاد وسرقه عربيه لما كان سفير في المانيا. ما شفتهاش في العالم كله. ده النظام بتاعنا وده الرئيس بتاعنا. ما شفتش في العالم كله رئيس جمهوريه بيطلع يوعد شعبه بيقول له الدولار لو وصل 50 جنيه انا مش قاعد على الكرسي ده، لا لا النظام بتاعي، وفضل قاعد كذاب. ما شفتش نظام في العالم كله رئيس جمهوريه التويتات اللي نزلها على تويتر يوعد فيها الشعب المصري بالاحلام السعيده والقصور والعيشه الراغده، بعد كده لما ما حصلتش طلع حذفها. ما شفتهاش في العالم كله. ما شفتش رئيس في العالم كله بيعمل في شعبه كده. ما شفتش نظام بيعمل في شعبه كده بيسرق شعبه ويهين شعبه بالطريقه دي. ما شفتش نظام بيعمل قروض عشان يشتري لنفسه ويعمل لنفسه هو بس. دي ما شفتهاش في العالم كله. انا شفت رئيس في تقريبا في دوله كندا او اوكرانيا تقريبا، مره اسمها مره احنا بنسميها عندنا مره عشان مسكت الدوله بتاعتها بعد طياره الرئاسه قللت الوزارات بتاعها عشان تيم دولته قالت مش هروح للبنك الدولي. مش تطلع يقول لي لا ده انا هروح للبنك الدولي، ده انا هخطيها. انا ايه؟ ده رئيس دوله ده ولا رئيس طابونه ولا عربخانه ولا بيدورها ازاي؟ ما شفتوا دوله في العالم كله ما واحد يكشف على الفساد المستشار هشام جنيني يدخلوه السجن يقول لك 600 مليار انسرقوا من الدوله ما نعرفش راحوا فين، دخلوه السجن عشان قال كده. دي دوله دي ولا دوله